Okay, let's go. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الامور مزيان. اول شيء بعدا تنعتذر لكم على غلاف الفيديو، لانه بكل صراحه ما لقيتش شي عنوان مناسب من غير العنوان اللي لقيت لكم، اللي هو ديربي عاشوراء ولا عاشوراء، سميوه نتوما كي بغيتوا. المهم كانت عاشوراء بكل مقاييس. كنتمنى انه ما تكونش اصابات في الملعب، لانه بكل صراحه كانت العافيه، كان الدخان، كان البخور، كان كل شيء الا حاجه وحده، الكره هي اللي ما شفناهاش. اذا لا غنحلوا المقابله وغنتكلموا على المقابله، صعيب انك تحل المقابله. ما كاينينش اساسيات كره القدم. اول شيء بعدا الجمهور ما احترمش الكره ككره، هذه اول حاجه. ثاني حاجه حتى اللاعبين ماشي داك المستوى عالي اللي غادي نتكلموا على الديربي ونحلوا منطقيا. اول شيء بعدا قبل الديربي، التسويق بشكل اللي هو كبير، نادي الوداد ولا نادي الرجاء، حتى التسويق اللاعب زياش قبل المقابله والمجيء ديالو مع العائله، تنظن انه واخد صوره على الاقل، لانه زاول في الديربيات الكبار. تنعرفوا الديربيات الكبار في العالم، الناس كدير تيفو في بدايه المقابله، كتصلي على النبي، كتجمع الوريقات ديالها وكتفرج الماتش، كل شيء موجه راسو للماتش. وكما سبق لي وقلت، انا اللي بغيت نفهم هاد الثقافه الكرويه اللي عند هاد لي زيلترا، واش متبعين المقابله ولا ما كيتفرجوش المقابله؟ الا غنتكلم على الرجاء وناخذها كايكزومبل، الرجاء 10 ديال الدقائق ما خلاتش الوداد تاخذ كره، او بالاحرى ما خلاتش الوداد تشم كره. بلاتي قبل ما نكمل رجع للمدرب ديال الوداد. انا ديما شفت ايقاع بحال هكا، واللعاب كل 5 دقائق يطيح فيه، ما دير هجمه يطيح لاعب. دونك مباراة كانت ضعيفة. انا كنت شكا من لي زاري ديال الرجاء اكثر من ديال الجمهور. الجمهور كان تيحتفل، دار دي زاري وي، ولكن الرجاء داروا لي زاري اكثر من الجمهور. راه شاك 5 مينوت اللعاب كيطيح، خفيفي، بولكسوت، الحرار، بوغرين، كذلك نفاتي. كما سمعتوا المدرب ديال الوداد، بكل صراحه انا تنعذرو بزاف. علاش؟ لانه كان البخور بزاف والدخان، ممكن مسكين داخ ما استوعبش شنو تيقول. ولا غنرجع نقول واحد القضيه، ممكن التوقفات وما كيسحبليش الحكم راه الصفر باش يوقف الماتش، كيبانوا لي اللعابه جالسين كيسحب لي كلشي طايح. انا بكل صراحه طرحت السؤال، واش بالفعل اللعابه ديال الرجاء كانوا كيطيحوا بزاف؟ اجي نتبعوا في الهضره ديالو ونحاولوا نهضروا على الشوط الاول، 20 دقيقه الاولى الوداد ناسا في المعترك ديالها بالصور. من الاحسن نجاوب المدرب بالصوره باش يفهم اكثر. فريق الرجاء الرياضي استحواذ كلي في 20 دقيقه الاولى. الا غنتكلم غير على 10 دقائق ديال الاول، فانا كنلوم الجمهور ديال الرجاء، لانه هو اللي هرس الريتم اللي غاديه به الرجاء. غنتكلم على 20 دقيقه كلها، حراسه المرمى مع خفيفي ومقدم كانوا كيلعبوا الكره بسهوله في وسط الميدان. الحارس ديالنا كان كيوصل حتى لوسط الميدان وكيلعبها ما بجوج. علاش؟ حيت اللعابه ديال الوداد كانوا راجعين بزاف اللور ومخلي الرجاء تلعب كره. ورغم ذلك الكثافه العدديه في الخلف، ان الرجاء نسلات بزاف ديال المرات، 3 ولا 4 ديال الفرص اللي كانت بين قوسين سانحه التسجيل، من التسديده ديال اللاعب النفاتي ورجوع الكره لبوغرين مره اخرى، من هاد التمريره ديال بوغرين اللي كانت قاب قوسين ان تدخل المرمى، ولكن كانت حراسه المرمى ديال الوداد. حاجه اخرى، كاينه ضربه جزاء حتى واحد ما تكلم عليها، وتنظن انه ممكن ما شافهاش المدرب ديال الوداد الرياضي، لانه بكل صراحه كان محظوظ. لو تسجلات هذيك ضربه جزاء كان ممكن الاقصاء ديال المدرب الوداد، لانه تعطاتو فرصه وجوج وثلاثه. المشاركه ديالو في كاس العالم الصف ما قبل الاخير او الصف الاخير، يعني بكل صراحه ولا نقطه ولا فوز ولا بزاف ديال الحوايج اللي ما دارهاش هي هذيك. رجعنا نتكلم على الاختيارات ديال هاد بن هاشم اللي كيتكلم بشكل اللي هو متطاول على اللاعبين ديال الوداد. كانت عنده تشكيله من داكشي الرفيع، كان عنده لاعبين اجانب من المستوى العالي، ولكن علاش ما تكلمش على المنظومه التكتيكيه ديالو؟ خلق الفرص، ما كانوش كيلعبوا على الكونتر اتاك والكره الثابته. وهذه كره الوداد من بكري. انا ماشي تنسبوا الوداد ولا تنعيروا الوداد، بالعكس انا تنقول ان الكره ديالها من بكري هكا دايره، رغم انه دازوا عند مدربين كبار اللي تكون عندهم قراءه افضل او قراءه احسن. انا اليوم نكون مدرب ديال الوداد، ممكن نضاعف المجهود اللاعبين اللي عندي، ممكن نفوز بالمقابله، ما غنتسناش لاعب يطيح ولا ينعس ولا يوقف. هادشي كلشي تبريرات خاويه، وهذا هو المدرب المغربي، مدرب ضعيف، لانه كيتكلم دائما على الاخرين وما كيتكلمش على راسه. اللي عجبني في المدرب ديال الرجاء اخر مقابله فاش تعادلوا، قال بالحرف انه الاستعداد البدني كان ضعيف، يعني فريق ديالي ضعيف بدنيا. هذا تبرير. اما بتجي اليوم تقول لي اللعابه ديال الرجاء كيطيحوا، فين كنتي انت 20 دقيقه؟ انا 20 دقيقه ما شفتكش، انا كنت كنشوفك غير اللور كتلعب على الكونتر اتاك. لعبتي الكونتر اتاك الاول اللي كان اورجو ما بيناتوش القناه بين قوسين وتكملت المهمه، رغم انكم واخا درتوا الكونتر اتاك ما سجلتوش الهدف. الكره الثانيه خطا في وسط الميدان اللي درتو. اما راه المقابله كامله في الشوط الاول كانت لصالح فريق الرجاء الرياضي. الشوط الثاني بالفعل التحركات ديال الوداد شويه، ولكن ما كانش بناء هجومي، كرات عشوائيه، كرات طويله كتكون تقلبوا فقط على الكاري دي زويج باش تدخلوا ليها، باش الكره تصطدم ولا تدخل ولا ضربه جزاء. على الاقل يكون عندك على الاقل فكر تكتيكي، تبني هجومات، استحواذ على الكره، تدور الكره ونشوفوا الكره الرجاء والوداد. باش نكون معاك واضح، انا هنا اليوم ماشي باش نشكر الرجاء على الوداد ولا على الوداد، انا كنشوف غير التصريح ديالك مبني على باطل، يعني مبني على شي حوايج ماشي هي هذيك. انا اليوم شرحت لك بالخشيبات انه الرجاء في 20 دقيقه
كفناتك في كره ما خلاتكش تطلع، بقيتي ديما اللور. السؤال اللي كيتطرح واش ماتش خصنا نهضروا عليه تحليليا؟ لا الرجاء لا الوداد ما قدموش مستوى، كانوا زيرو بجوج، كانوا عيانين، كانوا ميتين. الا غنتكلم لك على 10 دقائق الاولى باش نعاود نرجع عليها ونتكلم عليها، انا تنلوم الجمهور ديال الرجاء، لانه بكل صراحه الرجاء بدات الاوتوماتيزمات ديالها تتحرك، بدا الموتور يبدا يبان، بداو الكرات كيكثروا، بداو الكرات كيدوزوا من اليمين على اليسار. بولكسوت كان كيطلع بشكل اللي هو كبير من وسط الميدان، بالعمري كذلك، كانوا محاولات، كان بناء هجومي. ما شفناش الوداد انذاك، ولكن سمحهم الله من الجمهور هما اللي هرسوا هذا الريتم ديال الرجاء. داكشي علاش ما بقيناش شفنا مقابله في مستوى. وبيني وبينكم لا الجمهور ديال الوداد ولا الجمهور ديال الرجاء، هو السبب الرئيسي اننا ما شفناش مقابله كره القدم. ما يمكنش نحكموا اليوم على مباراه كره القدم وهي مهرسه، اساسيات الكره ما كانتش فيها، يعني ما كناش لاعبين 90 دقيقه كامله، لعبنا تقريبا واحد 135 دقيقه مفرقه. الماتش بدا مع 8 سلام على 10 و25. هل يعقل في دوري احترافي اننا نهضروا على هذا الشيء وما نهضروش على الكره؟ انا غير بغيت نعرف هاد الناس كيفاش دخلوا هاد الشيء معاهم للتيران. بغيت غير نعرف هاد الناس كيفاش دخلوا معاهم هاد الشيء. وحاجه اخرى، يتايلاش على هاد الشيء، واش من حق الحكم انه يوقف المقابله؟ قانونيا من حقه انه يوقف المقابله. علاش؟ واش كاين تخوف من الجماهير لا توقع شي حاجه؟ الحمد لله الامن كاين. انا بالنسبه لي توقف المقابله باش تكون عبره. كنعاود نزيد ناكد على كلامي قبل ما نسالي الفيديو، لانه بكل صراحه هضرت على بزاف الحوايج وما هضرتش على الكره، كنعتذر منكم. هذا ماشي المحتوى ولا الكونسيبت ديال القناه انني نتكلم على حوايج اخرى عشوائيه اكثر من الكره، ولكن مجبر انني نتكلم على هذا الشيء. اخواني خواتي، الناس المسؤولين، الرجاء والوداد. الرجاء ملي كتكون لعبه في تيرانها خص الجمهور ديال الرجاء هو اللي يدخل، والوداد ملي تكون لعبه في تيرانها ومدخله الجمهور ديالها هو اللي يدخل. راه كاينين بزاف ديال النوادي دايرين هذه المساله ومهنين من استطاعوا المشاكل باش ما نبقاوش نسمعوا بزاف المسرحيه ديال التعادل. الله يجازيكم بخير. بهذا نكون انهينا الحلقه ديال اليوم. اخواتي اخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.